السلام عليكم اليوتيوب، اش اخباركم؟ كلشي بخير. اليوم غادي نهضروا على الكرياتين. فايت لي درت واحد الريل في الانستغرام على الكرياتين، ولكن ما حسيت باني ما هضرتش فيه بزاف عليها. غادي نديروا فيديو في اليوتيوب باش نهضروا شويه على الكرياتين ونطرقوا ليه مزيان. نحطوا الكرياتين في الجنب. المهم، شنو هو الكرياتين؟ الكرياتين هو واحد الحاجه اللي راه عندك في الجسم، اوريدي راه في الجسم. هي انه علاش كنحتاجو؟ خصنا نعرفوا الحاجه باش تعرف شنو هي، خص تعرف شنو كتحتاجها باش نقدر نشرح لك. الكرياتين كيحتاجوه الرياضيين اللي كيهزوا الثقل، اللي كيديروا شي رياضه كتكون قاصحه، ولا حتى دوك اللي كيجريو يعني بالخفه. هاد الناس كيحتاجوا شي قوه، مع انها واحد القوه اللي خص يبنيوها صحيح، ولكن هذيك القوه خص تبني لهم حتى هي العضله. على هذيك الناس كياخذوا الكرياتين. هو الكرياتين عندك في الجسم، ولكن بواحد النسبه قليله كتبرودوكسي شكون؟ كتبرودوكسي الكليه. يعني انت باش نطلعوا ديك النسبه كناخذوا الكرياتين، يعني هي حاجه طبيعيه، حاجه عندك في الجسم غير كنزودوا من الجرعه ديالها وما كتاديش، ماشي بحال ستيرويز ولا شي حاجه بحال هكا. الكرياتين كيتخزن في العضله، يعني الكرياتين ما كيمشيش في الكبده، ما يمشيش للقلب، كيمشي للعضله ديريكت. الكرياتين باش تحصل عليه هو انه خاص تاكل كيلو ديال اللحم اللي هو غالي بزاف وما تقدرش تاكله في النهار ديالك. عليها تصنع انه تاخذو بسكوبه، يعني بحال البروتين. ولا كانت عندك الفلوس سير خذ لك كرياتين، ما تاخذلكش بروتين، حيت الكرياتين صعيب باش تجيبو، والبروتين تقدر تمشي تاكل لك، تشرب لك حليب، تشرب لك شي حاجه، اي حاجه كليتيها فيها بروتين. كرياتين لا، ماشي سهله. نطرقوا نهضروا شويه على الانواع ديال الكرياتين. الكرياتين فيه سيدي شي 4 الانواع. اللي عارف هو ان واحد الكرياتين سميتلو مونوهيدرات هو اللي رخيص، 95% ديال الناس كيخدموه. اول حاجه رخيص ومزيان، يعني ما تحتاجش اكثر من هذا الكرياتين. يعني المونوهيدرات هو احسن كرياتين، هو اللي كيخدموه بزاف الناس وعليه اكثر من الدراسات بزاف. كاين الكرياتين الثاني اللي هو هيدروكلوريد. هاد الكرياتين بالضبط كيساعد على الامتصاص، يعني كيسرع الامتصاص. يعني تاخذ كرياتين ما كيبقاش في المعده، كيتسرع، كيمشي دغيا صافي، كيخدم دغيا. هو ماشي بحال بري ورك اوت، غتمشي تغلط ان الكرياتين هو بري ورك اوت. الكرياتين هو انه كياخذ الوقت، خصك 2 سيمانات 3 4 نقدر نقول لك شهر شهرين عاد تبدا فيك ليفيك ديال الكرياتين، تولي كتهز الثقل بزاف، تولي كتبني عضله بزاف، تولي دير بزاف د الحوايج اللي ما كنتيش كديرهم قبل الكرياتين. عليها عافاكم، الكرياتين راه ماشي بحال بري ورك اوت. وكرياتين واخا كترين ولا ما كترينش كتاخذو، حيت كما قلت لك راه مهم، يساعد على النمو العضلي والاستشفاء ديالها، وهادشي غادي نهضروا عليه في الايجابيات ديالو. ندخلوا الثالثه. كاين واحد الكرياتين سميتو كرياتين مالات، الا نعقل عليه حتى شفت واحد الخطره في السوق، هو زايد فيه واحد الحمض ديال المالات. عوض الناس اللي كتاخذ ديال المهدرات اللي كتكون كتلقى المعده ديالهم هي اللي كتمتص، وهذا ما كتمتص بشكل مباشر، كتمشي لواحد البلاصه اخرى. المهم هادشي اللي قريت عليه، ما انا ماشي طبيب ماشي دكتور، اللي بغى شي حاجه يمشي يقلب عليه على راحته. انا كنعطيك غير الاساسيات والحوايج اللي غادي تنفعهم. انا ما تنفعنيش شي حاجه علاش نمشي نقلب عليها. اللي كيعجبوه المعلومات سير اخويا تقلب عليهم. نهضروا على الايجابيات ديال الكرياتين. الايجابيات ديالها، الكرياتين عنده بزاف د الايجابيات. نقدر نقول لك الايجابيات ديال الكرياتين اكثر من السلبيات. الحاجه فاش كتكون عندها ايجابيات اكثر من السلبيات، هذه راه مزيانه. فاش كنقرروا حنا الحاجه اللي خايبه ولا ماشي خايبه، هو من الايجابيات والسلبيات. الكرياتين عنده بزاف د الايجابيات. الايجابيه الاولى هو انه كيزيد من الكتله العضليه، ما كيزيدش من الدهون، كيمشي للكتله العضليه. هي عضله عندك هنايا، الدهون عندك هنايا. الكرياتين كيجي كيعمر ديك العضله، هو انه كيخزن فيها الماء باش يوقع فيها التفاعل. فهمتيني؟ العضله كتحتاج الماء كما عارفين، حيت كنعرفوا. يعني الماء واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في الجسم. ثاني حاجه هو انك تزيد القوه العضليه، كتولي مجهد. نجيك من الاخر، كتولي مجهد، كتهز ثقل محترمين، وكتولي فيك ان داك السفل، كتولي المهم كتولي مخير. وانا الكرياتين انه هو اللي كيدير لك هادشي. ثالث حاجه اللي هو تسريع عمليه الاستشفاء، يعني انه دغيا كتبرى العضله من مورا لاصال، ما كتطلبش الوقت بزاف، ما كيجيكش الحرق بزاف. هو كيجيك صراحه، حيت انا كنخدم كرياتين مفوقاش هادي،
كيجيك الحريق ولكن ماشي بحال الحريق ديال وحده عادي. والحريق ما عنديش مهم انا الحريق يجي الحريق ولا ما يجيش، انه كيساعد على الاستشفاء. يعني ترينيتي اليوم السبر غدا وغدا راك مزيان فيها، تحس براسك مني برات، يعني راك مزيان وخير. هذه الحاجه الزوينه. هو انا بنادم ما يلاحظهاش، ولكن مع المده الا كان كيتريني كل نهار وكيمشي يخدم هكا غادي يقدر يلاحظها. دابا كما قلت لكم غادي ندخلوا للسلبيات. عندك السلبيات، عندك ثلاثه، نعطيكم من الاخر ثلاثه السلبيات. السلبيات اللي معروفين على الكرياتين. السلبيه الاولى، كاينين الناس اللي الله يحسن عوانهم عندهم المعده عندهم فيه اضطراب. هذا اللي عنده فيه الاضطراب راه ما يقدرش ياخذ المونوهيدرات، يقدر ياخذ نوع اخر ديال الكرياتين. ما كنقولوش ما ياخذش كاع الكرياتين، حيت مورا ما كياخذ داك الكرياتين المونوهيدرات ولا شي حاجه اللي ما جاتش معاه، كتجي الغثيان، كيجي التقيه، كيجي. وهذا الشيء راه وقع واحد لصاحبي، انه كياخذ كرياتين مورا كتجي الدوخه، مورا كيجي العيا، مورا ماشي على قضيه انه ما شربش الماء بزاف، حيتاش كما قلت لكم الماء غادي نطرقوا ليه من بعد، راه جاي. المهم ماشي على الماء، وانما كيجي الغثيان، ما عرفناش علاش. السبب الثاني الكرياتين بنفسه الا تعطى لشي واحد اللي ما عندوش الكليه، مثلا عنده وحده، ولا انه عنده مرض ديال الكليه، انه مرض متوارث، جدو حنا كانت مريضه بالكليه حيدوا لها وحده المهم شي مرض متوارث في الكليه، هذا ما ننصحوش نهائيا. ما كيضيعش الكليه، وانما غيزيد عليها وغادي يتعبها، فهمتي؟ هذاك المرض غادي يبينو قبل، فهمتي؟ على هذيك تجنبوا الا كان عندك شي مرض في الكليه، ولا عندكم شي قصه مع في العائله ديال جدكم على الكليه، تجنبوها هذه. كاين واحد السلبيه الثالثه، وانه احتباس في الماء، وانه كيوقع واحد الخلاله، وممكن كيولي الماء منفخ بزاف. هذه راه كما قلت لكم نادرا فين كتوقع، وحتى الا وقعت راه كتوقع عند شي واحد اللي ماشي صحي، شي واحد اللي اصلا فيه خلل وخدا الكرياتين. السلبيات نقدر نقول لكم، السلبيات الا عطيتيه لشي واحد اللي اصلا صحته على قدو وعطيتيه الكرياتين، هذه غادي تكون سلبيه بالنسبه لي. ندخلوا على الاشاعات ديال الكرياتين. كاين بزاف د الاشاعات ديال الكرياتين، ها اللي كيقول لك كيطيح الشعر، ها اللي كيقول لك كيمرض بالكليه، ها اللي كيقول لك كيزيد في الدهون، كل واحد شنو كيقول. انا نعطيك هاد الاشاعات وغادي نشرحهم لك بالتفصيل شويه. كرياتين كيزيد في الدهون. جاب الدهون الكرياتين ما داش للدهون، ما عندوش علاقه بالدهون نهائيا. الكرياتين كتاخذو كيمشي للعضل، ما كيمشيش لشي بلاصه اخرى من غير العضل. الدهون الا كنتي غلط اخويا وكتاخذ كرياتين مزيان، خذ كرياتين، ما كيزيدلكش في الدهون نهائيا. غتبان كبير حيت درتي العضله، وفاش كدير العضله راه في نفس الوقت راه كتحرك داك الدهون. يعني راه الكرياتين كيعاون، كيعطيك الجهد، هي داك الطبوز كيعطيك الجهد باش انك تطلع دير الكارديو، كيعطيك الجهد باش انك تبني العضله وتخسر الشحمه. هذا هو الهدف ديال الكرياتين. يعني كما قلت لكم ما عندوش علاقه نهائيا مع الدهون. الاشاعه الثانيه، الكرياتين كيدير الجفاف في الجسم. هذه اللي شفتها درت وات ذا فاك. الكرياتين كيحافظ على الماء في الجسم، ما كيديرش الجفاف. دخلنا عليك بالله، انت شحال كتشرب في النهار؟ الا قلتي لي كنشرب لتر راك هبيل، الا قلتي لي كنشرب لتر ونص مزيان، 2 لتر اللي خصك تشرب. هذه راه معلومه طبيه عالميه كلشي كيعرفها. يعني 2 لتر اللي خصك تشرب ديال الماء، سواء كتخدم كرياتين سواء ما كتخدمش كرياتين. اللي كيخدم كرياتين هذاك الماء اللي كيدخل للجسم كيخزنو في العضله، نهار اللي ما يكونش عندك الماء راه العضله فيها الماء، يعني كيحافظ على الماء في الجسم. انت الا خديتي كرياتين وكتشرب 2 لتر مزيان. اللي ما كياخذش كرياتين وما كيشربش الماء بزاف، هذا هو اللي كيعاني بالجفاف، يسطل الراس. خاصك تشرب الماء سواء كتخدم كرياتين ولا ما كتخدمش كرياتين، ضروري الماء. وقال لك الاشاعه ما عرفتش فين وصلنا، المهم نتوما حسبوا انه كيسبب تلف في الكليه. ما عنده حتى علاقه بالكليه، سير قلب. القلب كيضرب 24 ساعه على 24 ساعه طول حياتك، حتى الكليه راه كتخدم حياتها كامله سواء درتي لها كرياتين ولا ما درتيلهاش كرياتين. الكليه هي اللي كتبرودوكتي الكرياتين، كتبرودوكتي. يعني فاش كتلقى الجسم ناقصو الكرياتين اش كدير الكليه؟ كتبرودوكتي، ولكن ما كتبرودوكتيش 10 كا ولا كتبرودوكتي واحد الغرامات. يعني انت فاش كتدخل عليها الكليه كتقول الله ما نبرودوكتيش انا كاع الكرياتين،
راه كيدخل الكرياتين. هذا هو الكليه ما عندوش علاقه، بالعكس الا كنتي مريض بالكليه الله يرحم لك الوالدين بعد الكرياتين وبانواعه واشكاله والوان، بعد لي. انت عندك مريض بالكليه، عندك حساسيه منه، ما كتهضموش مزيان، بعد من الهضم تلقى شي حاجه اخرى، تقدر تلقى البديل موجود. ولكن انك انت مريض بالكليه ولا عندكم سمعتي جدك كان مريض بالكليه ولا هذه، نقدر نقول لك سير عند الطبيب، شوف لك الكليه ديالك واش فيها شي مرض، واش متعرضه للاصابه، واش عيانه، واش خدامه، فهمتيني. تيخذ لك واحد الكرياتين، والكرياتين هو ارخص برودكت. رخيص ما كيعنيش انه خايب، رخيص ما كاينش انه خايب. كاين اللي كياخذ البيرفكت برودكت من الكرياتين، ما عرفت هيدرو شي حاجه ولا ما نعرف، زعما راه خدا احسن كرياتين، ما عندوش علاقه بهذا الشيء. كرياتين مونوهيدرات اللي كيخدموا 95% ديال الرياضيين، ولا ما كيشكل حتى مشكل. اكثر منتوج، اكثر حاجه دارت عليها الدراسه هي الكرياتين، حتى بروتين عارفين بروتين. الكرياتين هو كان واحد منتوج جديد ومع الناس باغيين يقراو عليه. الكرياتين راه مهم بزاف. شتي جداتك اللي عندها 90 عام عطيها كرياتين تولي مزيان. الكرياتين راه دواء، ولكن كما قلت لك خص تكون عارف الجسم ديالك شنو هو، عارف الامراض ديالك، عارف اللي يجيو معك ولا ما يجيش معك. هذا هو الفيديو على الكرياتين. انا كنت دومونديت واحد الكرياتين من ماي بروتين، مازال ما خدمتوش لحد الان حيتاش كنخدم واحد الكرياتين اخر ديال واحد الشركه اخرى. وثاني حاجه ما كاينش الفرق بيناتهم، الكرياتين ديال ماي بروتين والكرياتين ديال شركه اخرى، غير هو انه الطحن، كاين اللي كيطحنوا مزيان، كاين اللي ما كيطحنوش مزيان. هذه هي المعلومه الاخرى. نخليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، كل فيديو غادي نهضروا على شي حاجه.